بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجرنا وأجركم بهذا المصاب الجلل. طبعا متوجهين للفا وراح نصور لكم الأجواء والوضع الحسيني هناك، خليكم ويانا. طبعا منا يدخلون ويتجهون للطين قبل مباشرة راس البيش. يجون منا شباب بوجهكم قبل للطينة. طبعا هاي الحسينية اللي وراي مؤسسينها توه، يعني السنة كملت وراح تظل تستمر خدمة. وهاي اي مثل واحد يجي هنا يبات يتغدى يتعشى كل شي موجود هنا، يعني ما تحتاج يجي من محافظة بعيدة. واما الطريق هذا فهو قبالنا باوله. هذا راح ندقه كله للطين لحد ما نوصل هناك اخر نقطة بالعراق. خليكم ويانا راح اراويكم الاجواء هناك على ما نوصل. كوني ما عندي طريق الحسين ما تحتاج هاي اثنين ما تحتاج، يعني قدام يصيرون لك كل شيء موجود. زين، شنو الشيء اللي دافعك ان انت بهذه الحاله وتطلع مشي من اخر نقطه بالعراق؟ انا بالنسبه لي هو حوادث لهم ولاية بعد الله عليه السلام. هذا القصة علمنا وايد شغلات والله خاص حالات. يوم يعني اذا ما عندي بيت قاعد غيري يعني قاعد في البيت، انا ما راح نوصل انه القضية الحسينية. ليش اختار صورتك بالفضل عباس؟ سؤال حلو. انا يعني كون يعني منظري مقارب له، هاي وحده. اثنين، انا صار معي موقف خلاني انه يعني دائما يعني الامام العباس ببالي. الموقف اللي هو عن منطق على وجهي وبقى اثر، هذا الاثر قلت ما راح اسويه لانه دائما يذكرني بالامام العباس. زين، شنو احساسك والناس تشوفك وتباوع لك؟ هو احساس يعني امانه يعني جميل، بس بنفس الوقت انه يخليني دائما يعني حزين، لانه الناس يعني لما تشوف الصوره كانما يعني يتذكرون او يجي ببالهم الامام العباس عليه السلام. فانا هنا يعني اقول بكيف اذا كان يعني الامام العباس عليه السلام انه عايش ويشوف هاي الناس، يعني كميه الحب او الفطره الحسينيه اللي بقلوبهم تجاه اهل البيت عليه السلام. الله يوفقك. تعال زوار يا ولد. همه سلام میدیم، همه درس میدیم. بچه درس يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بآخر نقطة بالعراق براس البيشة، مثل ما يشوفون الزوار خير من الله. اللهم صل على محمد. وهنا هاي باعولها. طبعا الزوار كالآتي ينطلقون منا آخر نقطة باعولها، منا ينزلون يجون منا ينزلون بالطين ويمشون إلى يصعدون إلى هاكو مكان، يعني شارع مخصص. هسه راح أطلع لكم بالتصوير. طبعا منه ينطلقون إلى الكربلاء المقدسة، من الماء إلى العطش. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
ينطلقون منا مثل ما قلت لكم. وهذا شارع مرتب مخصص ينطلقون الى كربلاء المقدسة من الفاو، تحديدا راس البيشة. يلا اللهم صل على محمد وآل محمد. بركة خير وبركة، زوار خير وبركة. طبعا كلها تجي زيارة. بس هو كافي، بس هو على الفريق. طبعا يا مع خدام الحسين من وين طالع؟ خدام من الفوق. طبعا هم يخدمون هنا خدمة حسينية لوي. لا حبيبي عندنا ماكل، نخدم بالبيت لما يجونا زوار في السنة. وهاي شرفنا. طبعا شباب مثل ما وثقناكم ينزلون هنا بالطين يمشون يستمرون. شباب الاجواء هاي الاجواء كلها خدمة. يعني تخيل هذا مو شارع ويزلق وخطر وجاي اكو ناس توزع. هسه اخلي لكم لقطات شلون يوزعون، مسوين صناديق ويوزعون. يعني بكل مكان يخدمون، بكل مكان. وانواع الجنسيات يعني موجودين ايراني. تو هسه حتى تو لقينا زاير ياباني حاط علم ياباني ويمشي. يعني عشق، هذا عشق لا ينتهي. هاي زوار ابو عبد الله الحسين وجاي تمشي الواد خير من الله. ونقول يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. خير وبركة وجاي يمشون والله يوفقهم ان شاء الله. طبعا الفيديو ان شاء الله عجبكم وحبيت اخذ لكم هاي اللقطات. وهم الفيديو يبغى ذكرى. وطبعا خليكم شاهدين احنا ب 2025 وهذا المكان كله طين. وقبل 10 سنوات اذا يتذكرون اللي كانوا هنا كانت هاي صحراء وحسينية ما موجودة. وشوي شوي جاي تتطور يحطون حسينيات وحتى هذا الشارع يصير تبليغ. وذكروني يا الله اللهم صل على محمد. طبعا مع احد الخدام ايش رايكم بهاي الخدمه ومن وين تصير؟ وليش جيت هنا تخدم؟ لان طين هاي تعرف ان لا شارع تبليغ لان طين. يعني واحد يسلق ويطيح يعني ربما حتى يتاذى. انت جيت تخدم ليه؟ جينا هنا بعد جماعتنا قالوا وصلنا صراحه اول مره جاي. صراحه موفقين ان شاء الله. صار لكم ايش قد هناك؟ والله جايين من داخل مصنع جاي يخدمون ومستمرين ويظلون يعني الوقت كلش طويل على مود هاي الخدام. والله يوفقكم بحفاظه مثل الزهراء. شو تحب توجه رساله الى بعض الخدام اللي بعدهم ما اجوا واللي يقول ما اريد اجي لان اخاف ماكو خدمات، اخاف يعني ماكو الامور اللي تتيح لهم كزوار كمزيد ايش تنصحهم؟ شو تقول لهم؟ والله الصراحه اقول لهم خلي يجون لان الخدمه ماكو مثلها. وهاي الايام يعني هاي الايام ما تتعوض. يعني ننتظر احنا سنه او يوم تجي على مود احنا نجي نعمل. انصحهم لا يضيعون هاي الايام. موفق ان شاء الله. شباب بدأت الزوار تجي يعني كميات هائلة كلها منشآت يستقبلونهم واحلى خدمة. يعني زاد شري غير الاكل بس هاي يعني يوفر الاكل والمبيت فقط. وهم هنا عندنا يعني الفاو معروفين بالكرم. حبيبي اهلا وسهلا بكم واهلا وسهلا بالزوار جميعا. اصلا هذا شرف سنة عن سنة جاي تكثر الزوار لأن شافت يعني شيء يعني حلو وخدمة حلوة.
البحر كلها بنهار بعد الناس تطلع من اخر. زين شنو تنصح الوادم اللي ما اجت للراس الاخر نقطه بالعراق راس البيشي؟ والله ما اجت بعد خلي يجي ويشوف بعينه يشوفوا ختمه وهواي ناس وصلت صوره غير صحيحه محكومين كانوا يشافون هاي وقت الفيديوهات مالت التعاون والله طبعا. فهسه بعد شيء صار كلش مرتب وهم ما يخلون يطلبون الناس ما بس كانوا وين ابعد هسه بس الحمد لله سنه عن سنه ضاع شوي مرتب. طبعا شوف كل شخص يرسل رساله حلوه وما يخرب سمعته. هاي شعار اهل البيت. انت من تجي هنا تطير روحك وهاي الضر مو ضرك ولا ضر الضر خدام الحسين يخدمون صحيح. صح. شو توجه لهم رساله؟ والله من جميع الزوار اللي يسيرون ان شاء الله خدمه الحسين بعد لا حد يسير لا حد يلعب بالطينه وهاي لان الناس توصل غير صوره هم ما جايين يطلعون بالطين وشايفين شنو الوضع والتعب والهذا. ان شاء الله كل الخدام توصل صوره صحيحه وهم الزوار كذلك. ان شاء الله الحسين يتقبل ويوصلون كلهم بالسلامه. ماجورين ان شاء الله وشكرا على خدمتكم يا اهل الفاو ما قصرتوا. تحياتي لكم وخدمتكم. نسوي طعمه لو تشوفونه احمر واصفر اشتهيات. يلا شباب طبعا لنا نسد الفيديو. اذا عجبكم خلوا لايك واشتراك ومتابعة. بالعافية. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله بحق هذا الطريق. يا الله بحق كل من عنده جاه. يا الله وفق جميع الطلاب ونجحهم بدراستهم. ان شاء الله الجميع ينجحون بحق فاطمة الزهراء. وان شاء الله تقبل هاي الدعوة ما يضيع تعب اي طالب. تعب الليالي وسهر وشاف كل مريض. شباب دعواتكم شافي كل مريض. اي والله الله يشافيهم ويعطيهم الصحة والعافية والما قدر يجي ان شاء الله يجي ويمشي بهذا الطريق. الله يوفقنا على كل شيء. مولاي الحسين اخر الرضيع كلهم اذا احنا ما تبطل ماجورين ان شاء الله. ماجور ان شاء الله. ماجور.